عندما يقول لك الصوفي أن فلان وهابي أو احذر من الوهابية، فهم يقصدون بالوهابية الأشخاص الذين لا يرقصون في المساجد، ولا يعتقدون بأن شيخ الطريقة يطير في السماء، ولا يحملون معهم ملاعق في جيوبهم، ولا يطلبون الغوث من الجثث المتحللة. أيوة سيدي قويدر، هذا سيدي الشيخ اللي جاك في الحياة، اللي جاك في الحياة الله هو سيدي. وبما أن الوهابية خطر حقيقي على القصعة والولائم ومداخيل الأضرحة، قام الصوفية بحمل شعواء لمحاربة الوهابية. أنا تخيلت بأن حربهم علينا هكذا كالعادة يعني، أو آخر ما عندهم أنهم يقومون بمظلومية أن الوهابية تكفيريون ويكفرون المسلمين. فالصوفية دائما يدعون المسكنة وأنهم خرفان وديعة، لا لهم في القتل ولا الدماء ولا التكفير ولا أي شيء من هذا القبيل. لا تصلي خلفهم ولو تصلي وحدك، والله ما بيننا وبينكم إلا إراقة الدماء. المزمل الفقير مرتد يقتل ولو تاب. تصلي وحدك ولا تصلي خلفهم. والله لنقاتلنكم كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. وإذا قدر الله وصليت خلفهم أعد صلاتك. مع أن شيء ثاني بكل برودة، ما يمنعنا عنكم الآن إلا فتاوى مشايخ، هذا اللي كاين. هذا هو تكفير الوهابية. شو تكفير الوهابية؟ بماذا ستقاتلون؟ تقاتلون بالملاعق أم ماذا؟ يا سيد ملعقة، لا تصلي خلفهم فهم يدعون الله وحده. صلي خلفي أنا الذي أدعو الأموات وأنا ساجد. أنا نقولها يا شيخ عبد القادر، نقولها في السجود. وبما أن التكفير لم يكفيهم، قال لك لازم نشوه السلفية بطريقة أخرى. قلنا للناس بأن السلفية تكفيريون لكن لم يسمعوا منا، فلا بد أن نرفع المستوى قليلا. يعني مثلا نقول لهم بأن الوهابية يكفرون البخاري، لكن كيف يكفرون البخاري؟ كيف؟ شيخ أحمد. نعم سيدي. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. نعم. قلت أن الوهابيون يكفرون البخاري ومسلم، كيف ذلك يا شيخ؟ نعم، ما يذكرون البخاري لا يقولون رحمه الله، ويذكرون مسلم لا يقولون رحمه الله. نحن نكفر البخاري رضي الله عنه لأن في بعض الكتب لا يقولون رحمه الله، يعني أي أحد يذكر البخاري ولا يقول رحمه الله فقد كفر البخاري. فيا ترى من هذا التكفير الوهابي الأحمق الغبي الذي يذكر البخاري وغير البخاري من الأئمة ولا يترحم عليه؟ يذكرون البخاري لا يقولون رحمه الله، والبخاري ما كان من هذا الصنف. يذكرون مسلم لا يقولون رحمه الله، المسلم ويذكرون البيهقي وجميع المحدثين. الإمام مالك وأبي حنيفة الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من العلماء، أحرى تبعهم الشيخ خليل، الشيخ بن أبي زيد بن عاشر. انك تتناقض مع نفسك، هذا تناقض منك. شفت هذا التكفيري مكفر كل هؤلاء الأئمة؟ شفت شيخك التكفيري؟ ولا ستقول بأن ذكر الأئمة دون الترحم عليهم ليس بتكفير؟ صح؟ يعني شيخك كذاب. أي ما تعودهاش. المهم لا يأتي صوفي بعد الآن يكفر السلفية أو يرميهم بما عند الصوفية، يعني ما يكونش فيك عيب وتلصقه بغيرك. رحت كتبهم فوجدتها العقيدة اليهودية، والله الذي لا إله إلا هو. العقيدة السلفية أنا أثبت في كتابي بالدليل القاطع أنها عقيدة يهودية تسربت إلى المعتقد الإسلامي من خلال الأحبار الذين أسلموا كوهب بن منبه وعبد الله بن سلام ونوف البكالي الذين أسلموا وكانوا يرون ما تعلموه في التوراة، الذين يعلمون أنهم على المنهج اليهودي وليس على منهج أهل السنة. من أين أتى السلفية بالعقيدة الوهابية؟ قال لك من عبد الله بن سلام رضي الله عنه، صحابي جليل. يعني الوهابية أخذوا العقيدة من صحابة، وأنت التنطط والردح هذا أخذته من اليهود، واليهود أحفاد القردة أخذوه من القرود. يعني دينك بالسند المتصل للشمبانزي. الوهابية يقولون لك لا تدعو مع الله أحدا. لماذا لا تريدون أن تعبدوا الله وحده؟ أليس الله بكاف عبده؟ الله أخبرنا بأن لا ندعو معه أحدا، وأنت مصر أن تدعو ميت مع الله. الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وأنتم تقولون لا يسمعون. أين المشكل في أنك تدعو الله وحده دون شريك، ولا تتبرك بقبر ولا تذبح عند القبور؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء فوجد قوم يدعون اللات والعزى فقال لهم ادعوا الله وحده، وأنتم تدعون عبد القادر والجيلاني ونحن نقول لكم ادعوا الله وحده. لماذا تشمئز قلوبكم من ذكر الله وحده؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لماذا تعبد شيخ يقول بأنه يطير في السماء ويتحكم في الكون ويخلق بشر ويعلم ما في الأرحام، ثم تأتي وتقارننا نحن باليهود، وتكذبون وتقولون بأن الوهابية مجسمة ويعبدون جسم على أساس شيخ الطريقة الذي تعبده من السوائل؟ يعني